القرآن 10% بس أو أقل تشريعات، أوامر، افعل ولا تفعل. والأوامر دي رغم إنها 10% يمكن ما تزيدش عن 500 آية أو أكتر حاجة بسيطة، فيها كل حاجة في حياتك، من أول إنك تصلي وتصوم، وإنك تعبد ربنا، لإنك أنت لا الزاني والزانية فاجلدوهم 80 جلدة، للجواز والطلاق طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، من الأخلاق والأداب والاستئذان، والأبناء يستأذنوا إمتى وما تدخلش بيت كذا، وأحكام المواريث بمنتهى التفاصيل، لكل فتفوتة في حياتك مكتوبة ومتفصلة في أحكام وتشريعات في 10% بس من القرآن. أمال أكتر من 90% من القرآن إيه؟ أكتر من 90% من القرآن بناء للإيمان. كلمك عن آيات ربنا سبحانه وتعالى في الكون، الشمس والقمر والنجوم والكواكب، واستمرارية الحياة ودورة المياه اللي بتطلع من البحار وتنزل من السحب، وخلق ربنا سبحانه وتعالى، والكون المسير بأمره، ويدلل على وجود ربنا سبحانه وتعالى، ويدلل إن ما ينفعش يكون في خالق غير الله سبحانه وتعالى، وما ينفعش يكون له شريك ولا ولد ولا مثيل. يدلل على صفات ربنا ويبين لك أسماء ربنا وأفعال ربنا ومخلوقات ربنا، يبين لك عظمة ربنا ورحمة ربنا ولطف ربنا بيك. يكلمك عن الأنبياء السابقين إزاي دعوا الناس للإيمان، والمؤمنين حصل لهم إيه والكافرين حصل لهم إيه، وإيه الحجج اللي قالوها لقومهم عشان يدللوا على الإيمان، ووعظوهم إزاي ونصحوهم إزاي. ويدلك على إنك لازم تتقي الله ولازم تعبد الله، ولازم تقرب لربنا، ولازم تتقرب إلى الله بالصلاة والصيام وتبذل. يعلمك إنك تحب ربنا، يعلمك إنك تشتاق إلى الله سبحانه وتعالى، يكلمك عن الآخرة وعن ثواب المؤمنين، وعن العقاب اللي ربنا أعده للكافرين. ده الآيات 90% من القرآن بيتكلم عن بناء الإيمان، بيبني الشخصية، وتلاقي فيه تكرار كتير. الأحكام ما فيهاش تكرار، يعني الآية خلاص، الزاني كذا، السارق كذا، الطلاق كذا، الميراث كذا، الربا كذا، مفيش تكرار. أمال الآيات دي فيها تكرار ليه؟ بناء الإيمان، لأنه بيربيك، لأنه بيرسخ الإيمان جوه قلبك. بيكرر لك. كم مرة ربنا قال لك في القرآن إنه رحمن رحيم؟ كم مرة قال لك أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ كم مرة قال لك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات كذا، والذين كفروا لهم عذاب كذا؟ كم مرة وصف لك النعيم اللي هيتنعموا أهل الإيمان، والجحيم اللي هيشوفوا أهل الكفر والظلم؟ كم مرة حذرك من الكفر؟ كم مرة حذرك من الشرك؟ كم مرة حذرك من إنك تستعين بحد أو تطلب من حد غير ربنا، إنك تتوكل على حد غير ربنا؟ كم مرة قال لك إنك لازم تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وحده؟ كتير تكرار، بأساليب مختلفة وبقصص من الماضي ومن الحاضر ومن المستقبل. كل ده ليه؟ عشان يبني جواك الإيمان. إذا بنى الإيمان خلاص، تشريعات سهلة. خلاص أنت عرفت مين اللي خلقك، وفهمت وتيقنت من وجود الله سبحانه وتعالى، وحسيت بالخشوع والخضوع والمحبة لله سبحانه وتعالى. خلاص هتصدق اللي ربنا هيقوله لك وهتنفذ ربنا هيقوله. أهم حاجة تعرف مين اللي خلقك وخلقك ليه. هي دي العقيدة، هو ده الإيمان. مين اللي خلقك وخلقك ليه؟